أصبح يوسف ملكا في مصر وتلاقى مع أخوته أبناء يعقوب الآخرين. ذكرت القرآن الكريم بعض أسماء أبناء يعقوب الآخرين مثل ربا وأشبل وأصبعين وغوربة. ويشير القرآن أيضا إلى أن الله اصطفى آل يعقوب لنبوة وللهداية. بنيامين عليه السلام كان أصغر أبناء يعقوب وكان شقيقا ليوسف. كان له دور في قصة يوسف وإخوته. عائلة سيدنا يعقوب تعتبر مهمة في الأديان السماوية، وقصصهم تحمل العديد من الدروس الدينية والأخلاقية. يشير القرآن الكريم إلى قدرة الله على اختيار الأنبياء والمرسلين من بين العائلات والأمم. القرآن الكريم لا يأتي بتفصيل كبير حول معجزات سيدنا يعقوب مقارنة ببعض الأنبياء الآخرين، ولكن يمكن العثور على بعض الإشارات إلى معجزاته في السنة النبوية والتفسيرات الإسلامية. إليك بعض المعجزات التي ذكرت. معجزة القميص. ورد في القرآن الكريم أن يعقوب عليه السلام أرسل قميصا لابنه يوسف عليه السلام، وهذا القميص كان له قدرة عجيبة على شفاء أمراض القلوب والنفوس. عندما يلبس القميص لشخص محزن أو مريض يشفى من آلامه. التنبؤ بعودة بنيامين في قصة يوسف عليه السلام. عندما احتجز إخوته بنيامين تنبأ يعقوب بأن بنيامين سيعود إليه، وذلك كان جزءا من النبوءة التي تحققت فيما بعد. رؤيا يوسف يروى أن يعقوب رأى في منامه 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له، مما دل على المكانة الخاصة والرفعة. صبرا كبيرا في مواجهة التحديات والاختبارات، وكان يثق دائما في مشيئة الله. العفو والرحمة. بعد أن ألم به الظلم والخيانة من قبل إخوته، أظهر يوسف رحمة وعفوا عندما كان لديه الفرصة للانتقام. الاجتهاد والإيمان في العمل. تجلى الاجتهاد والإيمان في تصرفات يوسف أثناء عمله في مصر، حيث كان مخلصا في أداء واجباته وملتزما بالقيم الدينية. الحكمة في التعامل. ظهرت حكمة يوسف في التعامل مع الأحداث والناس، سواء كان ذلك أثناء تأويل الأحلام أو إدارة الأزمات. التوكل على الله. يعلمنا يوسف أهمية التوكل على الله في جميع الظروف، سواء كانت إيجابية أو سلبية. التسامح والمصالحة. كان لحظة التسامح والمصالحة مع إخوته لحظة مؤثرة، حيث أعاد يوسف بناء علاقته معهم بروح المحبة والمصالحة. تعتبر قصة سيدنا يوسف من أكثر القصص القرآنية إثراء بالعديد من الدروس والقيم التي يمكن للناس أن يستفيدوا منها في حياتهم اليومية. يعتبر التقليد الإسلامي وفقا لتفسيرات القرآن الكريم أن سيدنا يوسف عليه السلام عاش في العصور الوسطى، لكنه لم يتم تحديد توقيت دقيق لحياة يوسف في الأحداث التاريخية القديمة. تكمن صعوبة تحديد الزمن بدقة في عدم وجود معلومات تاريخية محددة في القرآن الكريم حول التوقيت الدقيق لحياة سيدنا يوسف. إذا كنت نظرت إلى المصادر التقليدية فإنه يعتقد أن يوسف عليه السلام عاش في منطقة بلاد الشام، منطقة الشرق الأوسط الحالية، وربما في مصر. يمكن أن يكون زمن حياة يوسف تقريبا في الفترة من العصور الوسطى إلى العصور المتأخرة، ولكن التحديد الزمني غير محدد بدقة من خلال المصادر القرآنية. بشكل عام تعتبر قصة سيدنا يوسف قصة دينية وأدبية تحمل قيما دينية وأخلاقية، ولا تقدم توقيتا دقيقا للأحداث التي تتناولها. القرآن الكريم لا يذكر تحديدا لتاريخ وفاة سيدنا يوسف عليه السلام. تناول القرآن قصة يوسف بشكل عام دون الإشارة إلى وفاته. يفترض أن يكون وفاته جزءا من الدورة الطبيعية لحياة الأنبياء، ولكن القرآن لم يحدد بدقة توقيت هذا الحدث. التقاليد الإسلامية والتفاسير تشير إلى أن يوسف عليه السلام عاش حياة طويلة في مصر بعد أحداث القصة التي وردت في القرآن. يفترض أنه توفي ودفن في مصر، ومثل غيره من الأنبياء في الإسلام يعتقد أن موته كان محمودا وأنه دخل في رحمة الله. يا الله في الإسلام يذكر صالح عليه السلام في القرآن الكريم، حيث تروى قصته في عدة سور، منها سورة هود وسورة الشعراء. وفيما يلي نبذة عن قصة سيدنا صالح. سيدنا صالح كان نبيا من بني إسرائيل، وقد بعثه الله تعالى ليهدي قوم ثمود الذين عاشوا في مدينة الحجر بالمملكة العربية السعودية الحالية. قدم صالح لقومه برسالة دعوة لعبادة الله الواحد وتجنب الظلم والفساد، كما أخطئت لهم ناقة عجوز آية من آيات الله تعالى، وكان من الشروط عدم إيذائها، ولكن فعل بعض أفراد قوم ثمود المعصيات وأخذوا يؤذون الناقة. بسبب معاصيهم ورفضهم للرسالة أهلكهم الله بعذاب شديد، وكانت الناقة علامة لهم واختبارا، تعتبر درسا للناس في مختلف الأزمان بشأن العدالة والتوحيد،
والتحذير من الاستكبار والمعصية. يعتقد أن سيدنا صالح عليه السلام عاش في الفترة الزمنية التي تقع بين نبي نوح عليه السلام ونبي إبراهيم عليه السلام، ومن المقرر أنه كان نبيا لقوم ثمود، وهما إحدى الأمم القديمة التي عاشت في منطقة شبه الجزيرة العربية. يعتقد أن حياة سيدنا صالح تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد، ولا يوجد تحديد دقيق للتواريخ بسبب قدم خاصة بسيدنا إدريس. الأنبياء في الإسلام عادة ما يعتبرون مرسلين من الله لنقل الرسالة الإلهية وتوجيه الناس على الطريق الصحيح. على الرغم من ذلك، يمكن أن يكون للأنبياء مواجهات مع مجتمعاتهم أو تحديات من بعض الأفراد أو الجماعات الرافضة للرسالة التي يحملونها. تتفرد الحروب والصراعات ببعض الأنبياء والرسل في القرآن الكريم، ولكن تفاصيل هذه القصص تختلف باختلاف النبي والسياق الزماني والمكاني. لذلك لا يتم تناول أي نزاعات خاصة بسيدنا إدريس بشكل محدد في النصوص الإسلامية الرئيسية. النصوص الإسلامية لا تقدم تفاصيل دقيقة حول وفاة سيدنا إدريس. يعتقد أنه تم رفع إدريس إلى السماء بشكل حي، وذلك بحسب بعض الروايات الإسلامية. يشير البعض إلى أنه كانت وفاته ناتجة عن إرادة الله، وأنه تم رفعه بروحه وجسده. تفاصيل وفاة الأنبياء والرسل في الإسلام قد لا تكون محددة بدقة في النصوص، وهناك بعض القضايا التي تبقى غامضة وتترك للتأويل والإيمان. يفترض عموما أن حياة الأنبياء تنتهي بموت كان من قريش، عشيرة هاشمية، وكانت عائلته تشغل مكانة هامة في المجتمع القرشي. اليتيمة في سن السادسة فقد محمد والده عبد الله، وبعدها فقد والدته آمنة عندما كان عمره 4 سنوات. أصبح يعتنى به من قبل جده عبد المطلب، وبعد وفاة جده أخذه عمه أبو طالب. الفترة الشبابية، التجارة، كان محمد صلى الله عليه وسلم يعمل في التجارة، وكان يلقب بالأمين نظرا لأمانته ونزاهته في التعامل. الزواج، تزوج محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد، وكانت هذه الزيجة ناجحة وسعيدة، وأنجب منها أبناء. البعثة النبوية، الوحي في سن 40، بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله عبر الملاك جبريل عليه السلام. تمثلت أولى الآيات في سورة العلق. الدعوة العلنية بعد استمرار تلقي الوحي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنشر الدعوة الإسلامية بشكل علني ودعو الناس إلى العبادة الوحيدة لله. معاناة المسلمين، واجه المسلمون الكثير من الضغوط والاضطهاد من قبل القريش، وخاصة في مكة. وفي هذه الفترة كانت تحدث العديد من الأحداث المهمة، مثل هجرة المسلمين إلى الحبشة. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسبب التضييق والاعتداء الذي تعرض له المسلمون. أمر الله النبي بالهجرة إلى المدينة المنورة في عام 628 ميلاديا. الدولة الإسلامية في المدينة، الدستور الإسلامي. عند وصوله إلى المدينة وقع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، الذي ألف دستورا يعد أول دستور في التاريخ، وضمن حقوق الأقليات وحرية الدين. الانتصارات والفتوحات. شهدت فترة المدينة المنورة انتصارات وفتوحات للمسلمين وتوسيع الدعوة الإسلامية. العودة إلى مكة بعد 10 سنوات من هجرته. عاد النبي صلى الله عليه وسلم على الجوانب الروحية والدعوية، وليس بشكل رئيسي على الجوانب العسكرية أو المعارك. وفي القرآن يظهر يحيى عليه السلام بشكل أساسي كداعية ونبي يدعو الناس إلى الله والتوبة. يمكن القول إن النبي يحيى عليه السلام تميز بدوره الروحي والتعليمي، وكانت قصته تركز بشكل رئيسي على الجوانب الروحية والتربوية، مع التركيز على التوجيه الإلهي ودعوة الناس إلى الخير والتقوى. القرآن الكريم يروي قصة نبي يحيى عليه السلام وتجربته في الحياة. من خلال هذه القصة يمكن استخلاص بعض النصائح والدروس التي يمكن تطبيقها في حياتنا. إليك بعض النصائح من رحلة النبي يحيى. يحيى عليه السلام ووالديه توكلوا على الله ورضوا بقدره حتى وهما في كبر السن، وكانت الظروف صعبة. التوكل على الله والرضا بقضائه يمكن أن يكونان مصدر قوة وصبر في الحياة. الشكر والامتنان. عندما أعطاهم الله نعمة الإنجاب رغم كبر سنهما، أظهر يحيى ووالديه شكرهم وامتنانهم. درس الامتنان والشكر يعزز الرضا والسعادة في الحياة. يعرف يحيى بالورع والتقوى، وهو نموذج للناس في الالتزام بالأخلاق الدينية والحياة الزهدية. الورع يعزز النجاح الروحي والدنيوي. يحيى عليه السلام كان نبيا داعيا إلى الله، ودعوته كانت تشمل الدعوة إلى الخير والتوبة، الالتفات إلى الدعوة الدينية، والمساهمة في تحسين الحالة الروحية للناس.
يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير. يظهر في قصة يحيى عليه السلام الصبر والثبات في وجه التحديات والظروف الصعبة، التصدي للصعاب بروح الصبر يعزز القوة الداخلية. يحيى كان يعيش في مجتمع وعائلة، وظهرت في حياته